السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده اولا طبخه جديده. كيف كتشوفوا اليوم غادي نوجد معكم التريد ديال الرفيسه. وانا الفيديو جاني شي شويه طويل، كنت غادي ندير لكم الرفيسه في فيديو واحد. ملي شفت بلي الفيديو غيجي شويه طويل اضطريت اني نقطعو، يعني نقسمو الى جزئين. الجزء الاول غادي نقد فيه التريد من السم صحي 100%، وغادي نشرملو فيه الدجاجه، ونتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله اللي غادي نحضروا فيه البقيه ديال المراحل ديال الرفيسه. خليكم معايا ومرحبا بكم. اذا نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الدقيق انا عندي نص كيلو ديال الدقيق الفورس وربع كيلو اولا غير 200 غرام ديال الدقيق الفينو، خلطتهم بجوج، غربلتهم طبعا. عندنا هنايا الزعفران شعره، حيت حنا غادي نديرو هذا التريد من السم وصحي. وعندنا هنا معلقه صغيره مع مراش ديال راس الحانوت، والمقدار الكافي من الملح، ما تكتروش صافي. وغادي نجمعو بالماء الدافئ. كيف كتعرفوا العجينه ديال التريد كتبغي تدليك مزيان، فاللي بغات تدلكها بيدها تفضل وتدلكها بيدها مزيان. المهم تعطيها وقتها مزيان في الدليك باش تعطينا واحد العجينه مطاوعه وتسهل علينا في الخدمه. واللي عندها الروبوت تستعملو طبعا وتوفر عليها الجهد وتمارا. من بعد ما عجناتها ليا مزيان خليتها ارتاحت واحد نصف ساعه في البلاستيك الغذائي، غطيتها مزيان بالبلاستيك وخليتها حتى طلقات ليا مزيان يعني ترخفات ليا بحال هكذا، وتلقات داك الجلوتين اللي كيكون في الدقيق. كندوز مباشره، كندهن واحد الصينيه ولا صفيحه بالزيت، وكنبقى نقطع بحال هاد الكرات هكذا صغار في المقدار ديال المشماشه اولا قد القرقاعه. كنغطيوهم بالبلاستيك الغذائي بعد ما دهنتهم مزيان باش ما يتلاصقوش وما يلصقوش ليا في البلاستيك كذلك. وكنخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه ولا ربع ساعه بحال هكذا باش يجيوني ساهلين في العمل. هنا كناخذ واحد المقدار من الزيت النباتيه ولا زيت المائده، كنضيف ليها الدقيق الابيض، الدقيق الفورصه البنات، ماشي الفينو وماشي المايزينا، غير الدقيق ديال الفورس. وهو الخليط اللي غادي نبقى نورق به هاد المسمنات ديالي اولا التريد ديالنا. كناخذ انايا 3 الكرات بحال هكذا، كنفصل بيناتهم بداك الخليط ديال الدقيق والزيت، هو اللي كيعطينا التورق. كيف قلت لكم تقدروا ديروا حتى 4 5 ديال الطبقات، انما 3 كافيين. دغيا كيطيبوا. من 4 و5 طبقات خاصكم تسناو شي شويه، كل ما حيدتوا واحد الطبقه كتخليو الطبقه اللي من بعدها باش طيب حتى هي. اما 3 دغيا كيطيبوا كيتفرقوا لكم بوحدهم. صافي غادي نستمر بحال هكذا حتى ندوزهم كاملين. من هاد المرحله هادي كيكونوا الوالا اللي قادينا اللي قرصناهم هكذا على شكل 3، كيكونوا ارتاحوا وخداو وقتهم وتطلقوا وكيجيونا ساهلين في العمل. كيف كتشوفوا معايا راها ساهله هاد الطريقه وناجحه 100%، بلا ما تحتاجوا ديروا ديك الطريقه التقليديه اللي كنا كنديروا خبزه يعني اولا مسمنه وحده كنحطوها فوق المقله وكنجيبوا وحده اخرى فوقها وهي فوق المقله. هذه الطريقه هذه كتفادوا انكم تحرقوا يديكم، وكتجي سهله جدا وناجحه 100% كيف ما قلت لكم. صافي هنا بعد ما ساليتهم كاملين في التكراس وخليتهم ارتاحوا واحد شويه، ماشي بزاف حيت دوك الوالا كيكونوا ارتاحوا ديجا. كنبقى نبسطهم بحال هكذا، رققوهم ولكن ماشي بزاف، يعني ما ترققوهمش بزاف. ما تنساوش بلي هما راه 3 ديال الرغيفات ماشي وحده. كترققوهم عينكم ميزانكم، انتما غادي تشوفوا معايا في الفيديو غيكون واضح. صافي مباشره ما كتحطوها فوق المقله، غير كتشوفوا داك شويه ديال الطياب بدا فيها كتقلبوها وكتبقاو تقلبوها وتقلبوها، ما تخليوهاش على جهه وحده نهائيا باش تنفخ معكم وتورق. باش ملي تورق كتشوفوا الجهه اللي خرج منها الفار داك البخار، الجهه اللي خرج منها من تما كتبداو تورقوا. غتشوفوا معايا هانتوما غتشوفوا بحال هذه خرج الفار من ديك الجهه على اليسار. كنمشي ليها مباشره بالاستعانه بواحد سباتول ولا معلقه ولا فورشيت اللي كيسهل لكم في الخدمه استعملوه، وكتبقاو تورقوه بحال هكذا، يعني تفصلوهم. اللي شفتوها هكذا تنفست من الجهه هذيك كتدخلوا المعلقه ولا الاداه اللي كتستعملوا كيف ما قلت لكم من ديك الفتحه وكتورقوهم هكذا، كتفصلوهم على بعضياتهم. وكنخليو هذيك الوسطانيه اللي هي الثالثه اللي في الوسط تزيد حتى هي تاخذ حقها من الطياب، ما تحيدوهاش مباشره.
هادو انا اللي كنحيدهم ديريكت مباشره، كنديهم لواحد الصحن اللي كنغطيه بالبلاستيك الغذائي ضروري، ما تخليوهمش هكاك باش ما يكرموش ليكم ويجيو مقرمشين. حنا بغيناهم هكذا رطبين، راهم طايبين البنات 100% طايبين، وباقي عاوتاني غادي ندوزوهم الفران ملي نبغيو ان شاء الله باذن الله نسقيو الرفيسه ديالنا. انما خاصهم يداروا في البلاستيك الغذائي، يعني غطيوهم بالميكا باش ما يقصاحوش ليكم ولا باش ما يتقرمشوا عفوا. هاد الطريقه يا البنات ساهله وناجحه 100% باذن الله. غير تبعوا الطريقه والمراحل كلهم وراه غادي تحصلوا على النتيجه نفسها. وكيف كتشوفوا ما شاء الله كيكون واحد التريد اللي ما فيه حتى نقطه. عرفتوا البنات دوك النقاط اللي كيكونوا ديال المقله هكذا، يعني ديال انه مفوت الطياب، ما كيكونوش فيه نهائيا، يعني كيكون بحال سبحان الله بحال مشري ولا شي حاجه، ما كيكونش فيه الاثر ديال انه طاب في مقله، ومع ذلك طايب وتقدري تاكليه غير بحال هكذا عادي بحال المسمن المذاق ديالو. انا هاد الطريقه هذه كنديرها حتى الا بغيت ندير سيجار هكذا بريوات، خصوصا المالحين كنديرهم بهذه الطريقه هذه، نفس العجينه ونفس الطريقه ديال الطياب. وكناخذ دوك الوريقات بحال هكذا بحال سبرينغ رول، وكنعمرهم بالكفته ولا بالخضار ولا اللي بغيت، وكنطيبهم في الفران ولا نقليهم، كيجيو رائعين جدا البنات.
ودابا غادي ندوزو باش نرقدو اولا نتبلو الدجاجه ديالنا. غادي نحتاجو عندي هنا مقادير اللي غنعطيكم ديال دجاجه وحده، نتوما دوبلوا المقادير الا درتو جوج ولا على حساب. عندي هنا سكنجبير معلقه صغيره عامره، والخرقوم البلدي معلقه صغيره عامره مزيان مقببه. عندي هنايا معلقه صغيره ما عمراش ديال راس الحانوت اولا المساخن. عندي شويه ديال الملحه، ما تكثرش الملحه راه ديجا الدجاج مغسول بها. وعندي هنايا نص معلقه ولا ربع معلقه ديال الفلفل الاسود البزار، وواحد الضريس ديال الثوم كيف كتشوفوا. وغادي نديروا واحد المعلقه صغيره ديال السمن. انا هاد التوابل ديما كنخلطهم بالماء السخون باش دوك التوابل يلاه كيطلقوا مزيان، وحتى داك شويه السمن اللي كنديرو كيذوب، والتوابل كيف ما قلت لكم كيطلقوا كيعطيو ديك الريحه ديالهم. وغادي نتبلو اولا نشرملو الدجاجه ديالنا مزيان. الا كان عندكم متسع ديال الوقت من الاحسن ديروا هذه الخطوه هذه وتخليو الدجاجه تبات في دوك التوابل اولا في دوك العطريه. والا ما عندكمش متسع ديال الوقت يكفي انكم ترقدوها بحال هكذا واحد ساعتين كافيه، وغادي تكون تشربات مزيان العطريه ديالها. الى حد هنا البنات غادي نقطع الفيديو ونتلاقاو في الفيديو الاخر ان شاء الله الجزء الثاني باش نصبوا فيه الرفيسه، حيت كيف قلت لكم الفيديو جاني طويل بزاف واضطريت اني نقصو على جوج، يعني جوج الاجزاء باش ما تملوش، وحتى في التحميل هذا ما ياخذش ليا الوقت. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو الاخر اللي هو الجزء الثاني ان شاء الله في الرفيسه. مع السلامه.